هاي هاي، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا كلكم بخير. شايفين البسبوسه القمر دي؟ بسبوسه الحلواني بطعم وريحه ومنتهى الجمال وحاجه كده مكرمله مرمله خطيره. كمان الوصفه دي هتعتمديها عندك وهتنسي اي وصفه عملتيها للبسبوسه في حياتك. اعملي سيف للفيديو ده او داونلود عندك على الموبايل علشان هتحتاجيه في الايام الجايه. علشان تجيبي البسبوسة القمر دي مش هتدفعي اقل من 150 جنيه او 200 جنيه للكيلو. تعالي دلوقتي اقولك ازاي تعملي صينية حجم عائلي كبير وما يكلفكيش اكتر من 50 جنيه. اول حاجة محتاجينها وهو دقيق السميد الناعم، بنجيبه من اي عطار او في اكياس في السوبر ماركت بتبيع دقيق البسبوسة الخام اللي هو الناعم. المهم هنحط 2 كوباية من دقيق السميد، عليهم 2 معلقة من جوز الهند المبشور. يعني كل كوباية سميد بتاخد معلقة كبيرة من جوز الهند، ورشة فانيليا خام كده بودر علشان الريحة بقى توصل لآخر الدنيا. وهنزل عليهم بمعلقتين كبار من الدقيق، دقيق عادي جميع الأغراض. وهنزل بعد كده بربع معلقة من البيكنج باودر، هي اللي بتخلي البسبوسه تبقى يعني تتشرب بسهوله للشربات اللي احنا بنحطه. وهقلب المكونات زي ما انتوا شايفين وهنركنها على جنب. تعالوا بقى نجيب الكسرولة بتاعتي وتكون غويطة وعميقة. هنحط فيها كوباية من السكر وهرفعها بقى على النار، ونار تكون وسط، وابدأ اقلبها. مش هقلب بمعلقة، هقلب الكسرولة كده بالايد بتاعتها علشان السكر يتكرمل معايا ويدوب. واول ما يدوب ويبقى لونه ذهبي، وخلي بالكم النار تبقى وسط او مايلة للهادية شوية علشان انا مش عايزة السكر يتحرق ولا يبقى لونه غامق، عايزاه كراميل فاتح جدا. المهم باجي كده اول ما الاقيه ابتدى خلاص يدوب، بروح بديله تقليبه كده بمعلقه خشب او سيليكون تكون ناشفه وقويه، وانزل بنص كوبايه من السمنه البلدي، عليها ربع كوبايه من الزيت، ويكون زيت فاتح، زيت ذره او زيت عباد شمس. والسمنه هنا لازم تبقى بلدي علشان الريحه بقى والطعم. نص كوبايه سمنه عليها ربع كوبايه زيت، دابوا كده مع السكر. بنزل بعد كده بكوبايه من الحليب اللي هو اللبن، كوبايه. بقلب كده بهدي النار جدا، ولو لقيتيه بيفور معاكي وبيغلي ارفعيه من على النار وقلبيه بعيد عن النار. المهم هنقلب كده بهدوء وعلى نار هاديه جدا، وتخلي بالك طويل لحد السكر كله ما يدوب. ولو حابه تعملي لايك اسفل الفيديو يا ريت تنوريني وتعملي لي لايك. المهم خلاص داب وبقى صوص كراميل تحفه وريحته خطيره. بنزل بقى بخليط الدقيق اللي احنا عملناه وكنا سايبينه على جنب، اللي هو دقيق السميد على جوز الهند على الدقيق العادي. بنزل كده بيه وهو لسه على النار وعلى نار هاديه جدا. المهم بلاقيه كده بيغلي، لازم تقلبي بسرعة، والمعلقة يستحسن تكون خشب وناشفة وتقيلة علشان تقلب معاكي كويس. هنقلب بقى كويس الخليط ده. لو لقيتيه مرمل بالطريقة دي تمام، مش هنقلب كتير. لو لقيتيه جاف هتزودي حبة لبن. تمام كده، نرفعه بقى من على النار ومش هنقلب كتير، هما تقليبة كده بتاع كام ثانية كده. هجيب صينية مقاس 24 وهنزل بقى بالخليط بتاعي. خلي بالكم بيبقى سخن جدا، يستحسن تستعملي معلقه خشب وكمان تفرديه بمعلقه خشب. المهم الخليط معايا ناعم جدا، ممكن تدبي الصينيه مرتين 3 كده على الرخامه، بس خلي بالك لا الرخامه تتكسر علشان الخليط يتوزع، او بظهر معلقه وتوزعيه بالطريقه دي. وهقولك على تركه حلوه جدا تخلي وش البسبوسه معاكي يطلع ناعم جدا زي عند الحلواني. بجيب طبق وبحط فيه شويه ميه باردين وببل ايديا، وابدا بقى كده بايديا وهي مبلوله اوزع واساوي الخليط في الصينيه عندي سوا واحد. هيخلي الوش بتاع البسبوسه بتاعك ناعم جدا، كله هيستغرب اصلا ازاي البسبوسه دي اتعملت في البيت. المهم بقى دبي برضو الصينيه دبتين 3 كده عشان ايه يبقى متساوي خالص. زوقي بقى ببندق، تخليها ساده، تزوقي بسوداني، تحطي ميكس مكسرات، يعني ايه اللي عندك حطيه. وممكن تدخليها ساده فرن البوتاجاز على درجه حراره 200 لمده ربع ساعه، وبعد كده بخفض على 180 لمده نص ساعه. سيبيها تستوي براحتها
خلي بالكم تدخلوا الفرن لازم تطلع من الفرن فوق وتحت لون واحد، خليها تستوي براحتها. وهي بتستوي بقى بنعمل الشربات، كوباية ونص سكر عليهم كوبايتين مية هيغلوا على النار، ولما يغلي هحط عصير نص ليمونة وهطفي، اسيبه ياخد غلوة واحدة واطفي عليه عشان انا عايزاه شربات خفيف وسخن جدا. خلي بالكم ممكن تعمليه قبل ما تطلعي البسبوسة من الفرن بربع ساعة بس. البسبوسة عندك هتقعد في الفرن ساعة الا ربع، اول ربع ساعة درجة حرارة 200، وبعد كده باقي نص ساعة درجة حرارة 180. وممكن تشغلي الشواية حاجة خفيفة خالص من فوق علشان تاخد اللون بقى ايه، نفس اللون بتاع الحلواني بالظبط. تطلع الشربات يبقى لسه طافيه عليه وسخن، وتسقيها على طول. اسقيها بالكوبايتين هتلاقيها شربت معاك الشربات على طول. كل ما تحطي شربات بتشربه، خلي بالك هتقعدي تسقيها بالشربات لحد ما تشربه، لغايه ما تخلصي كوبايتين الشربات اللي احنا عاملينهم. وتغطيها بغطا كويس جدا، وممكن تحطي عليه كمان فوطه، سيبيها تبرد تحت الغطا. بعد ما تبرد بقى يعدي ربع ساعه نص ساعه، ترفعي بقى الغطا كده، هي خلاص بتبقى بردت بتبقى دافيه يعني، هتلاقوها شاربة الشربات كله. هتحطي ايدك عليها تلاقيها مرملة مش مستحملة ان انت تمسكيها. البسبوسة ما بتتحطش في التلاجة، هتقطعيها وتقدميها لضيوفك او لأسرتك، والباقي بيتحط في الصينية زي ما هو. خليه في الفرن وهو مطفي، يعني تتشال في مكان دافي. تمام، ابدأي بقى قدميها بقى لأسرتك واسمعي احلى كلام، هيفتكروها جاهزة صدقيني. المهم اعمليها بنفس الطريقة دي وهتدعيلي. ويا ريت لو جربتيها وعجبتك اكتبي لي في الكومنتات، لاني بحب جدا اشوف ارائكم، لان انا عامله الفيديوهات دي ليكم، فاحب اشوف ارائكم. كمان احب اشوف الناس لما بتعملي لايك وكومنت. ويا ريت كمان شير للوصفه، سيفيها عندك علشان هتحتاجيها صدقيني. وكمان انسي اي وصفه انت عملتيها قبل كده للبسبوسه. بسبوسه خطيره، مرمله ومكرمله ودايبه، خطيره مش مستحمله لمسه. يا رب الوصفة تكون عجبتكم. لايك شير كومنت اعرف رأيك.